السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أختكم فاطمة أمريكا. بون بالي هنا الشعب ندور هكايا كم مزيان كم كاين الشعب. اوكي. السلام عليكم، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كلشي مزيان، الامور هانيه؟ كدايرين مع شي برد؟ احنا جانا البرد معطل. عرفتي اليوم البرد عندنا يوم 17 وقالك غدا يكون بيه، غدا يكون الطير ما يقيلش ولا ما عرفتش يقولوا لا. يعني هدا يقول قالوا بان ان شاء الله يكون البرد بزاف. حاولنا نجمعوا شطايطنا نشريو التقديه وداك الشيء، لان ما كاينش اللي يقدر يخرج صراحه. ودابا يلاه سالينا من الكوزينه وقلت راه ندير واحد الفيديو نطلع عليكم، لان شحال هادي ما شفتوني طلعتي لنا في الراس. قلت نطلع بواحد الفيديو. ما صورتش لكم في الحقيقه شنو طيبنا. ندير فيديو ديال الطياب كاينين ماليه. انا الطياب اللي قريت ماشي هو هذا الطياب العادي، اما الطياب اللي قريت والله حتى نسيتو، اقسم بالله حتى نسيتو. ماشي يعني هنا نشد الكتاب صافي نتفكر، مي ما حقيقه في الحقيقه ما صافي مشى ليا كلشي من دماغي بحال تمسح. عندي واحد العقل الواعي والعقل اللاواعي المهم كاع داكشي مخلط الامور كلها عندي مخلطه. شنقولوا الذاكره بحال يلاه بدات كتنمو من جديد، والله العظيم هكا بهذا المعنى انا كنحس بها. بعدا الذاكره مشات، هذيك الذاكره القديمه وفاطمه القديمه وفاطمه هذه فاطمه اللي عندها 12 عام حتى 13 عام. هذه هي فاطمه اللي كاينه دابا. هنا بنتي كتضحك جالسه معايا في الطابله. اوكي. بالنسبه للموضوع اللي بغيت نهضر فيه في الحقيقه هو موضوع مهم ومهم بزاف. هو موضوع للاسف في المغرب. هنا عادي انهم كيهزوا والديهم كيديوهم لدار العجزه. عادي عندهم، لان لي بارون ملي كيكبروا كيديوهم تما كيتهلاو فيهم بون كيعيشوا، وعادي عندهم يعني داخله في الثقافه ديالهم. ولكن باش المغرب وتكون دار العجزه خلاها الحسن الثاني الله يرحمه ويوسع عليه، قال لهم المغرب مني هيولي فيه دار العجزه ما بقاش فيه الخير. ولكن ماشي معنى ان السياسه ديال دابا انها خايبه بويسك دايرين دار العجزه، نو با ديتو، بالعكس مزيان. ولكن مادام بقى عندك الام ديالك والاب ديالك، علاش تلوحهم في دار العجزه؟ علاش ما لاحوكش من يولدوك؟ يقولك غنشونجي ليه كوش، انا بغيت نعس سطعني نولد اللوح، ولا ما نولدش انا كاع. علاش لي غنولد واللوح؟ ما نولدش اساسا. هما مساكن تيتعذبوا علينا ويتمحنوا علينا، وشحال هادي الوالدين ديالنا ماشي هما ديال هاد الوقت. احنا ما دزناش بليكوش وبامبرز ودلع ما كاين هلع، ماشي دلع، هلع. كاين الخروق، والوالدين ديالنا مساكن كيصبنوا وينشروا. وكانت الميمه الله يرحمها كتقول لي مني كنصبنوا ونعاودوهم في واحد الماده النيله باش يخرجوا بيضين كيشعلوا. ولا كان الشتاء وما عندهمش مساكن فين ينشروا كيديروا. قالت لي امي الله يرحمها في هذا النهار الجمعه ويرحم جميع امه سيدنا محمد، قالت لنا كانت كدير الكبراته اللي هي كدير مثلا مجمر شاعل، وكدير فوق منه واحد السله ديال القصب، وكتلوح عليها هادوك الخرق ديالنا باش ينشفوا وديرهم لينا. العذاب غزمو تما الحمد لله والدينا دازو في واحد الوقت اللي مات، يعني ماشي المجامر والفخر، الحمد لله كاينه شويه ديال
كاين البوطه، كاين شي حوايج ناقصين على العادات ديال الناس مساكن عاوتاني ديال الارياف، اللي الام مسكينه تمشي تحطب، تمشي تجيب العواد وعاد وعاد وعاد. حنا راه الحياة عندنا شنقول راه زعما راه ما عندنا والو، شنديرو؟ ما كنديرو حتى حاجه، راه داكشي تقريبا ولا كلشي الكتريك. العجانه كتعجن لك، انت يلا كتخلطي وكطيبي صافي. بزاف يعني كاين بزاف داكشي الكترونيك. حتى من القهوه كتحطي هذيك الكابسول طاق كويس انت شربتي. الحياه سهالت وفي نفس الوقت بسالت، ما بقاتش في نفس المذاق اللي كان شحال هادي. كنقول انا ما عرفت، انا شارفه وتنبغي الناس بحال هكا، تنبغي واخا قديمه وماشي غشيمه مي قديمه، وجاسبيغ هذاك الشيء نبقى فيه، تنبغي نبقى هكاك الحمد لله. وباش الوالدين اللي كيتمحنوا وكيتعذبوا كاع هذا العذاب هذا، وكيكون الشتا ويكون تماره وتجي وتعذب عليك وعندها لا. جاتني مكالمه من عند بنتي ايمان، قطعت ونكمل دابا. عشان كنت كنقول لكم تنهضر على الوالدين. والله العظيم امبارح واحد هذاك البرنامج ديال مي الحبيبه، او ماي جاد، هذاك صافي، هذاك ما تيخلي فيا حتى شي نقطه ديال الدموع في عينيا. والله العظيم يا ريت نديروا وقفه لهاد الامهات اللي علاش يخليوهم ولادهم على يتبع مراته على ود يتبع مراته ويخلي مو لا. وهذيك اللي قالت لا خلي انا امي راجلي كيجي كيخصو ينعس، والله تنخرج امي نمشي نكري ليها ونجلس انا وامي، ويمشي راجل ويجي راجل. الزوج موجود والاب والام مفقود، الاب مفقود والام حتى هي كتولد تجيك شي ام اخرى امبوسيبل. حتى الولد مولود، حتى الولد مولود، ولكن الام شي حاجه اخرى. راه ما يحس بالام والاب الا اللي فقدهم، هو اللي كيحس بهذا الالم اللي كنحس به انا. علاش نديو والدينا لديور العجزه هكاك؟ علاش نديو والدينا لديور العجزه؟ علاش عينا بيهم؟ علاش ما معياوش بينا؟ هما ما يعياوش بينا. وانا البارح ضحكتني. انا كنت جالسه انا وياك لا حبيبه دابا، الا كنت دابا انا مثلا جيت لعندك والصاد وجيت لعندك جلست عندك وخليتي معايا ولدك مثلا وخرجتي وجيتي ولقيتيني انا ناعسه بشاخ وولدك حدايا كيلعب ومثلا مخسر حوايجي، وشنو تقولي؟ واش تقولي لي امي نوضي ولدي ما صحي داك وانتي ناعسه وتجري عليا ولا شنو هديري؟ شنو هديري؟ قلت ولا نمشي عند خوك مثلا لقاه مشى مجول مع ولدي محمد امين عزيز عليه الشينويات الضبات، صحاباته كلهم تقريبا شينويات. قلت لها دابا انت يجوز ديك الشينويه وما تعرفش لي هذيك ما كاينش شن تقول له ماما جو اوت ولا عند ايمان تقول يا دابا انا زعما شنو يلا في نظركم. انت كتعذبي تولدي. ضحكات معايا ايمان هناء مسكينه ضحكات، ولكن في نفس الوقت قلت لها شتي؟ قلت لها الحمد لله ان والدينا حنا رباونا مزيان، اللهم لك الحمد، رباونا صراحه وغرسوا فينا ديك الحب ديال الوالد ديال الوليدات وداك التآلف والاخوه، وكنا كناكلوا في طبسيل واحد والحمد لله عشنا في هذاك الشيء. سو ما يمكنش اننا هنديرو هكا ولادنا يديروا لينا هكا، لان حنا ما درناش هكا لوالدينا صراحه. وانا يا ريت لو كانت امي بقات عندي حيه وبا، يا ريت. دابا تنذكر امي بزاف كتر. علاش؟ لان مني ما تبا ما الدار ما خواتش، واخا
بون كانوا كيجيو الناس وهذا ولكن امي كانت معمره الدار. وجود امي برد علينا برد علينا شويه مشان نقول الحر ديال الموت الاب برداتو علينا امي. واخا هي كلات مسكينه في عظامها الله يرحمها وسالها، لان الحب الحقيقي، ان الحب الحقيقي هو اللي انفوت يموت الاب تتبعو الام. بحال القصه ديال السيده والمرحومه خديجه اسد بعد ما مات الزوج ديالها سعد الله عزيز، يعني موراه عاشت ولو راه يعني راه عايشه في ما شاء الله، الله يزيدهم من فضله واحسانه، ولكن عندنا حفره شبر وربعه. واخا يكون عندنا القصور ما نديوش معنا، ولو يعني ديك لا ريشيس اللي كانت فيها وداكشي كله، داكشي عندها داخل تيجلسوا يعمروا معاه وكل شيء، ولكن لا، راه الداخل داكشي داك الحب ديال بصح. مي انا لا، انا ما كاينش مات او حي ولا انا ميته او حيه، نو صافي. كان بيناتنا، كان حنا بيناتنا والله العظيم زعما تيقولك الله يبعد عليك عين بنادم وكحل الراس، ولكن لا هذه اقدار وصافي. ميت حنا كنا، انا في ديك لو مومون اللي كنت في المغرب مثلا لو كان توفى هو الاول وانا حتى حنا كنا غنديروا نفس الشيء، ربما نتبعو او يتبعني، لان كانت بيناتنا واحد الحب اللي ما كاينش بحاله صراحه. كنبغيه كيبغيني، كنبغيو بعضياتنا متوالمين، سرو عندي وسري عنده. ولكن شاءت الظروف، تغيرت الاقدار وتغير كل شيء، هي هذه الحياه عادي. وما متاسفاش والله، بالعكس انا مزيان، ما متاسفاش او كونترير. علاش نتاسف؟ انسان باعك وتاسفي عليه نون بلي. انسان خداك رقيقه وباك تبقاي رقيقه، والدات تبارك الله وصلان بي 3 د الولدات، والرابع مشى بالفقصه هذا ما فراسكمش، انا زدت لكم هذه المعلومه. الرابع مشى بالفقصه اجهاض لا داك الدري الجهاد الاجهاض وقع، والحمد لله اللهم لك الحمد. وبغاك تبقاي رقيقه، هاو كام اون بليس الفقصه ديال لا اله الا الله، بزاف وبزاف وبزاف جو فيش كاريمون صافي داكشي فات وحياه فاتت ودابا حياه جديده هي هادي. بغاك تبقاي رقيقه وتبقاي مانكا وتبقاي زويونه وتبقاي نو، الحياه هي هادي. ملي كيجيك تيقول لك كيبغيك على الصحه والمرض، يبغيك وتبغيه على الفقر والغنى، تبغيك وتبغيه على الصحه. لا هنايا زيان بقيتي زوينه، راكي زوينه، خيابيتي صافي بالسلامه تجي وحده اخرى. حتى ديك الاخرى ما هات نو هتبقى زوينه وتبقى نحيفه وتبقى فينا. ودي علاش حنايا النساء كنتقبلوا الرجال كيف ما هما؟ دابا انا لو كان غلط هو مثلا غنتخلى عليه ابدا. لو كان مثلا هو اللي جا السكر غنتخلى عليه، والله لا تخليت عليه بالعكس. ولو بون انا ما نتخلاش عليه وصافي، واخا هو يقول لي مثلا سيري ولا لا ما نتخلاش عليه. والسكر راه مرض العصر، كلشي فيه السكر، الناس فيهم الكانسر وبراو الحمد لله، لان الشفاء بيد الله. ايوا والحمد لله. السيد ماشي الخاطرو ماشي مشكل، الحياة كتستمر. راه كاين شحال من مرا عاشت بلا راجل، شحال من راجل عاش بلا مرا، عادي. بغيت نتكلم على ديك ديال دار العجزة، والله ألماتني في حقيقة، ألماتني بزاف. وبغيت نقول بلاتي تفكرتها هذاك السيد ما نخسرش فيه، ما نخسر تا كلمه له، مي عرفتي هذاك عوض ديك السيده مسكينه اللي دارت داكشي في الحمام وشدوها لهاد الساعه شادينها، ووليداتها في باقي شادينها في الحبس. غلطاتي واعتذرات، دابا المالو انها واعتذرات يا عباد الله، راها اعتذرات
وندير كلهم اعتذارات صافي. علاش هذيك اللي تشد في الحبس دابا تشدات 3 موا ولا 4 موا جو نسي با موا، وهذاك الغزال ديال رفيق بوبكر اللي تا هو دار الهبال، وهذاك ما شدوش، هذاك صافي يخرج. وهاد السيده مسكينه غلطات، اي غلطت، ولكن راه اعتذرات صافي. لاش تعاقبوها؟ بركه عليها، خليوها تخرج عند وليداتها. زياده على هاد الغزال اللي قال لك داك باهم طاليس اللي قال لك النساء المغربيات، هذاك تا هو خصو الزيار، تا هو هذاك تا هو خصنا نزيرو معاه. استاذ الخراز يزير. شنو هادشي؟ راه حشومه يهين المراه المغربيه اللي فيها امو، فيها اختو، فيها بنت عمو، فيها بنت خالته، فيها كل شيء، فيها امو اللي ولداتو يعاير النساء المغربيات. راه شي حوايج والله العظيم قال لك المضحكات مبكيات، يضحك عليهم ما نجمو فيش هذاك. لا هضرنا عليه نعطيوه اكثر من قيمته، ولكن خصو في الحقيقه واحد اللدعه قرصة الودن، وهو بعدا فايت في الصحراء راه مقروص بالعقارب الكحلين، عاد يتقرص. ما عرفتش انا علاش تيهينوا المرأة، مع العلم بان المرأة ربي كرمها وعطاها صورة في القرآن، صورة النساء، وربي كرمها، والرسول صلى الله عليه وسلم يستوصى بالنساء خيرا ورفقا بالقوارير، وعافاكم هاد العيالات لاش تقهروهم، واذا الموءودة سئلت. وبنادم لما كلخ لما طنح هو اللي كيهين المرأة. ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. كاينين شي وحدين كيدوزو في كندوزوهم بالضحك وبهذا، ولكن والله وباقي شي واحد وباقي شي واحد عاير المرا ويشوف. النوض ليكم، ها هو المساند الرسمي ديالي. يلا هضروا على المرا وتشوفوا المرا. بركه قول لي فهمنا فاطمه، فهمنا. ديروا لايك، لا فهمتوا ديروا لايك ودخلوا عندي وانا مرا وكان لا حول ولا قوه الا بالله. انا مرا وكان يعني انا مكافحه في امريكا. ادخلوا عندي وديروا اللايك والتعاليق وجمجموا ولا نقول لكم. ها هو السلاويه وصل العصر، كاينه الحماق الله العظيم. كلمه مشيت سلاويه واموت سلاويه ودكاليه بنت الجوده مشكر راسو عاد دابا داز من هنا ما شفتوش. واش نقول لكم؟ ان شاء الله باذن الله هاد الناس اللي كيحطموا بالمرأة بليز يشوفوا نفوسهم ويشوف حبل السري اللي عاش بيه، وكان هو اللي كيقوتو بقدرة المولى ماشي بقدرة ديالنا حنا. الحبل السري من خلال ديك المشيمة كنتي كتاكل وكتشرب مع الميمة ديالك، في الاخير تجي تعطي المرأة كلام ما فيه ما يتسمع. وحق داك النهار تيضرب في خاضو ويغوت البارح، والله الا حق له. كنت نقول هذاك كيغوت، انا وليت هز عليكم العكاز. يلا السلام عليكم، تبقاو على خير، ادوما ان شاء الله باذن الله. يا السلام عليكم.